السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة بتكلم عن أسوأ 10 مدن في أمريكا من حيث كثافة الفئران. عدد الفئران فيها كتير فعلا، بس أنا هتكلم عن أنهي فران بالظبط. هو في فران صغيرة أو متوسطة الحجم اسمها ماوس، واسم الفار ماوس وجمعه مايس. لكن انا هنا مش بتكلم عن الفار العادي، انا بتكلم عن الفار الضخم. الفار الضخم اللي هو بحجم الارنب حرفيا، او اكبر كمان من الارنب. فبتكلم عن فار ضخم جدا، وده في امريكا اسمه رات، والجمع راتس. انا عن نفسي ما شفتش فيران في مصر، كنت بسمع عنها بس ما شفتش فيران فعلا في مصر. ولكن انا ما بقولش انها مش موجودة، ممكن تكون موجودة والله اعلم. لكن بنتكلم بقى طبعا مش هقارن بامريكا، لكن بالنسبة لامريكا انا يعني بشوف الفيران عادي جدا. ما فيش اسبوع بيعدي الا لما بشوفها، واحيانا بصورة شبه يومية، وبالذات لو هاخد القطر طبعا، وبالذات اكتر واكتر بالليل. طب يا اخوانا، دلوقتي انا لما بتكلم عن اكتر ولايات امريكا، اكتر مدن امريكا في الراتس او الفئران الضخمة، هل معنى كده ان انا بقول لكم ما تروحوش المدن دي؟ لا، عادي، انا ممكن اقعد ويكون جنبي اجتماع قمة مكون من 10 او 15 راتس. الموضوع ده عادي يعني، ما يضايقنيش. لكن في ناس عندها فوبيا وذعر من ناحية الفئران، سواء كانت ضخمة راتس او صغيرة اللي هي مايس. فطبعا انت لو عندك فوبيا من ناحية الفئران عموما، ما تروحش للمدن دي، لان ده ممكن يعمل لك مشكلة. طبعا للأسف الشديد المدن الكبيرة في أمريكا أغلبها إن لم يكن كلها بيكون فيها راتس ومايس، بيكون فيها الاتنين. ولكن أنا النهاردة هقول أكتر 10 مدن في أمريكا في عدد وكثافة الفئران الضخمة اللي هي الراتس، مش هتكلم عن المايس أو الفئران العادية. طيب، المدينة رقم 10 على مستوى أمريكا في كثافة وعدد الفئران هي مدينة دنفر في ولاية كولورادو. مدينة دنفر في ولاية كولورادو سنة 2022 حصل فيها زيادة في عدد الفئران الضخمة بنسبة 54.1%. فكنسبة زيادة سنة 2022 في عدد الفئران الضخمة في مدينة دنفر كولورادو. طيب، أكتر منها في عدد وكثافة الفئران مين؟ مدينة بالتيمور في ولاية الميريلاند. المدينة دي يا اخوانا طريف الامر انها سنة 2019 حصل غزو رهيب جدا للفئران الضخمة. غزت المجلس المحلي لمدينة بالتيمور، وغزت مكتب عمدة مدينة بالتيمور. والخبر جه يعني على المستوى الأمريكي، يعني كل أمريكا عرفت إن مدينة بالتيمور سنة 2019 في تلك السنة حصل فيها غزو المكتب عمدة مدينة بالتيمور. طيب، سنة 2022 عدد الفئران في مدينة بالتيمور ولاية ماريلاند زاد بنسبة 7.7%. دي اللي هي مين يا اخوانا؟ الفئران الضخمة الراتس. طيب، ايه المدينة اللي اكتر منها؟ رقم 8
في عدد وكثافة الفئران هي مدينة كليفلاند أوهايو. مدينة كليفلاند أوهايو يمدح فيها البعض إنها فيها شغل وكلام من ده. هم أدرى الناس اللي عايشين في كليفلاند أوهايو. ولكن تلك المدينة زاد فيها عدد الفئران الضخمة سنة 2022 بنسبة كام؟ 22.8%. طيب في بقى مين أكتر منها؟ المدينة اللي أكتر منها في عدد وكثافة الفئران هي مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا. وطبعا مدينة فيلادلفيا فيها أحياء خطيرة، فيها أحياء فقيرة، فيها طبعا يقال إن مدينة يعني فيها يعني برضو مخدرات، فيها مخدرات وفقر وجريمة. فمش في كل الأحياء بالضرورة على مستوى فيلادلفيا المدينة ولا على مستوى بنسلفانيا الولاية. في أماكن نظيفة في تلك المدينة وفي أماكن نظيفة في تلك الولاية، ولكن فيلادلفيا يا أخوانا رقم 7 على مستوى أمريكا في عدد وكثافة الفئران. الفئران فيها أقصد الفئران الضخمة سنة 2022 زادت بنسبة 2.2% في مدينة فيلادلفيا ككل. طيب المركز السادس اللي هو فئران ضخمة بعدد أكبر في يجي مين؟ مدينة ديترويت في ولاية ميتشيغان. مدينة ديترويت في ولاية ميتشيغان طبعا كان فيها مصانع، المصانع دي قفلت وفيها مباني كتير مهجورة، وده طبعا زود عدد الفئران الضخمة في تلك المدينة لدرجة ان تلك الفئران يا اخوانا توحشت وبقت بتهجم على السيارات وتاكل اطاراتها. انت تيجي تسوق عربيتك تلاقي الكاوتش بتاع عربيتك اتاكل. فطبعا مش بقول بالضرورة ان ده لازم هيحصل لك لو رحت لديترويت، بس ما تستغربش لو حصل. فده بالنسبة لمدينة ديترويت ميتشيغان. ودي سنة 2022 مدينة ديترويت سنة 2022 زادت فيها الفئران الضخمة، زاد عدد الفئران الضخمة فيها بنسبة 7.5%. طيب في المركز الخامس تيجي المدينة اللي أكتر منها في عدد وكثافة الفئران، وهي مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا. ودي بالمناسبة من أغلى 10 مدن في أمريكا، ودي عدد الفئران فيها ضخم. وسنة 2022 حصل زيادة فيها في عدد الفئران الضخمة بنسبة 5.5%. 5.5%. ايه المدينة اللي اكتر من سان فرانسيسكو في عدد وكثافة الفئران في المركز الرابع؟ دي تبقى مدينة واشنطن دي سي العاصمة. مدينة واشنطن دي سي العاصمة جزء منها في ولاية فيرجينيا وجزء التاني منها في ولاية الميريلاند. ف دي اللي هي عاصمة أمريكا كلها. وفي تلك المدينة اللي هي العاصمة سنة 2019 كان في واحدة ست مستنية الأتوبيس هجم عليها فار من الفئران الضخمة وعضها. فكانت مشكلة برضو كبيرة. سنة 2022 زاد عدد الفئران الضخمة في العاصمة واشنطن دي سي بنسبة 5.2%. نيجي للمركز الثالث. وطبعا يعني أنا ما كنتش محتاج أقرأ التقارير عشان أعرف. مدينة نيويورك في ولاية نيويورك دي من أكتر مدن أمريكا
في عدد وكثافة الفئران الضخمة. يقدر عدد الفئران الضخمة فيها ب40 مليون، وده معناه ان كل مواطن في مدينة نيويورك بيونسوا 4 فئران ضخمة. زي ما قلت لكم، أنا لما أقعد في محطة القطر أنا ممكن عادي ألاقي مؤتمر قمة بيعقدوا 10 فئران ضخمة للتباحث في أمور حياتهم وشؤونهم. فطبعا لو ده هيضايقك شوف بقى مكان تاني يعني. فبالنسبة لمدينة نيويورك، أو ما أقصدش لو ضايقك، أنا عارف إنه هيضايقك، أقصد لو عندك فوبيا هيضايقك لدرجة الفوبيا أو الذعر. فأنت أي مكان بتعيش فيه بتاخد حلوه ومره، وطبعا وفقا لترتيب أولوياتك بتقرر. فبالنسبة لمدينة نيويورك ولاية نيويورك، رغم العدد الضخم للفئران فيها، ولكن إحقاقا للحق هي المدينة الوحيدة اللي ماشية من ال10 مدن الأسوأ في عدد الفئران الضخمة، اللي ماشية في الاتجاه الصح، لأن عدد الفئران الضخمة في مدينة نيويورك ولاية نيويورك قل بنسبة 10%. قل بنسبة كام؟ 10%. فهي دي المدينة الوحيدة في الليستة أو في القائمة اللي عدد الفئران الضخمة فيها قل سنة 2022 مزج. طيب، المدينة الأسوأ منها في عدد وكثافة الفئران هي مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، ودي برضو من أغلى مدن أمريكا. بتعاني من مشكلة فئران ومشكلة تلوث برضو. ففي سنة 2022 زاد عدد الفئران الضخمة في مدينة لوس أنجلوس ولاية كاليفورنيا بنسبة 11.2%. طيب، أخيرا بقى بنقول إيه أسوأ مدن أمريكا في كثافة وعدد الفئران. هي مدينة شيكاغو أو شيكاغو زي ما تنطقها، شيكاغو في ولاية إلينوي. اللي حصل سنة 2016 إن المواصلات العامة أو القطارات في تلك المدينة حصل فيها غزو شديد لأعداد ضخمة من الفئران الضخمة. وطبعا القائمين قالوا على المدينة، قالوا ان احنا هنعمل ما بوسعنا للقضاء على المشكلة، ولكن طبعا للأسف ما زال الوضع سيء. وسنة 2022 زاد عدد الفئران الضخمة في مدينة شيكاغو إلينوي بنسبة 7%. برضو كما سبق أن قلت وما زلت أكرر، مش الهدف من الفيديو إن أنا أقول لك تجنب تلك المدن، لأن عادي ممكن مدينة تكون فيها مشاكل كتيرة، بس أنت جاي عشان بتدور على شغل لأنك مش لاقي شغل، فعندك أولوية إنك تلاقي شغل مثلا. فطبعا مش فممكن يكون موضوع الفئران الضخمة كونها تعدي من جنبك ده يعني حاجة ما تكونش يعني ما تكون، أيوة أكيد هتضايقك، بس ممكن ما تكونش حاجة تعمل لك ذعر. فعادي أنت الأولوية عندك إنك جاي عشان بتدور على شغل، ده أولويتك. أو لو أنت راجل معاك فلوس وبتفتح بيزنس والبيزنس بتاعك انتعش في إحدى تلك المدن وكانت دي أولوية بالنسبة لك، وما عندكش ذعر أو فوبيا من ناحية الفئران الضخمة أو من ناحية الفئران، فعادي تقدر تعيش في أي مدينة من المدن دي من غير مشاكل. أنا ما بقول لكمش ما تعيشوش في المدن دي، ليه؟ لأن كل واحد له ترتيب في أولوياته. لو واحد خلاص عنده فوبيا وما يقدرش يعيش في مكان عدد الفئران الضخمة فيه كثيف، يدور على مكان تاني يا اخوانا.
عموما أمريكا فيها آلاف المدن والقرى التاون اللي زي مدينة هادية يعني. فمش لازم ال10 مدن دول، وإن كانوا هم طبعا المدن الكبيرة اللي بيكون في أغلب الأحوال فيها فرص برضو، بس زي ما قلت كل واحد حسب ترتيب أولوياته بيقرر هيعيش فين. أرجو أنكم تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وأشكركم على المشاهدة. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده، وأشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.